آداب يتحلى بها عند زيارة بيت الحرام. أعظم زينة يتحلى بها الحاج عند زيارة بيت الله الحرام الإخلاص لوجه الله الكريم، أن يحج محبته لله ورغبته في ثوابه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حج لا رياء ولا سمعة. من آداب الحج الابتعاد عن الخصومات والمنازعات في الحج. من آداب الحج أن يتفرغ للعبادة والمحافظة على الصلوات. أنت ودعت الأهل والأقارب، عليك أن تتفرغ للعبادة لا للنوم. حافظ على صلاتك. كذلك من آداب الحج المبادرة إلى التوبة النصوح، أن تتوب إلى الله عز وجل. المبادرة إلى كتابة وصية، وذلك أنك مقدم على الحج ومتعرض لمصاعب الطريق، أن تكتب وصية وبيان ما له وما عليه، وأن يوصي أهله وأصحابه. من آداب الحج التفقه